يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة في تدبير موارده المائية، مدفوعاً بإرادة استراتيجية واضحة لتعزيز الأمن المائي الوطني في ظل التحديات المناخية المتزايدة، وعلى رأسها توالي سنوات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية. وفي هذا السياق يبرز مشروع سد خونيكي كرو بإقليم فيجيج كأحد أهم الأوراش الكبرى التي تعكس قدرة المملكة على التخطيط طويل الأمد والتحكم في استغلال مواردها الطبيعية داخل نطاق سيادتها الترابية. فهذا المشروع الضخم لا يمثل مجرد منشأة هندسية، بل هو عنوان لمرحلة جديدة من إدارة المياه تقوم على الاستثمار في البنية التحتية وتوظيف الإمكانيات التقنية والمالية لضمان الاستقلالية المائية. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به مراحل متقدمة بفضل تسريع وتيرتها، في خطوة تؤكد حرص الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وفي آجال زمنية أقصر مما كان متوقعا، ويعكس ذلك قوة التنظيم والتنسيق المؤسساتي الذي أصبح سمة مميزة للأوراش الوطنية الكبرى. ويصنف سد خونيكي كرو ضمن أكبر السدود بالمملكة بسعة تخزينية تناهز مليار متر مكعب، ما يجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة الشرقية. فمن خلال هذه القدرة التخزينية الكبيرة سيتمكن المغرب من تعزيز احتياطاته المائية وتوجيهها وفق أولوياته الوطنية، سواء لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب أو لدعم الأنشطة الفلاحية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. كما يهدف المشروع إلى حماية الأراضي الفلاحية الواقعة أسفل السد من مخاطر الفيضانات، وهي وظيفة لا تقل أهمية عن التخزين، إذ تساهم في الحفاظ على الاستقرار البيئي والاقتصادي للمنطقة. إضافة إلى ذلك سيلعب السد دورا محوريا في تغذية الفرشاة المائية الجوفية بشكل اصطناعي، وهو إجراء استباقي يعزز استدامة الموارد المائية على المدى الطويل ويقلل من آثار الاستنزاف. إن بناء سدود بهذا الحجم يعكس بوضوح أن المغرب يمارس حقه السيادي الكامل في تدبير موارده الطبيعية داخل حدوده، وهو حق تكفله القوانين والأعراف الدولية لكل دولة. فالدولة التي تستثمر في بنيتها التحتية وتخطط لمستقبل شعبها إنما تؤكد قدرتها على التحكم في قراراتها الاستراتيجية بما يخدم مصالحها العليا. والمغرب بما يمتلكه من مؤسسات قوية وخبرة متراكمة في مجال بناء السدود أثبت مرارا أنه قادر على اتخاذ القرارات اللازمة لضمان أمنه المائي والغذائي. وفي هذا السياق برز نقاش إقليمي مرتبط بتدبير الموارد المشتركة، حيث وجهت الجزائر اتهامات للمغرب تفيد بأن إنشاء بعض السدود قد قلص تدفقات المياه نحو أراضيها، غير أن هذه الادعاءات تبقى جزءا من الخلاف السياسي بين البلدين ولم يتم تأكيدها دوليا بشكل قاطع. وفي المقابل يظل المبدأ الثابت أن لكل دولة الحق في استغلال مواردها داخل أراضيها وفق ما تراه مناسبا لتنميتها، مع احترام القوانين الدولية المنظمة للمياه العابرة للحدود. ومن زاوية أخرى فإن قدرة المغرب على إنجاز مشاريع مائية بهذا الحجم تعكس قوة الدولة في التخطيط الاستراتيجي وفي تعبئة الموارد البشرية والمالية والتقنية. فقد ركمت المملكة تجربة تمتد لعقود في تشييد السدود حتى أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى الإفريقي والمتوسطي. وهذه الخبرة لا تعني فقط بناء منشآت مادية، بل تشمل أيضا تطوير سياسات متكاملة لإدارة المياه تشمل التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة وترشيد الاستهلاك. إن مشروع سد خونيكي كرو يأتي ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز استقلال القرار المائي وضمان قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المستقبلية بثقة. فالمغرب وهو يستثمر في هذه البنية التحتية يبعث برسالة واضحة مفادها أن حماية موارده وتأمين احتياجات شعبها أولوية لا تقبل التهاون. وهذه المقاربة تعكس قوة الدولة في اتخاذ قراراتها داخل نطاق سيادتها، وتؤكد أن امتلاك القدرة على التحكم في الموارد هو أحد مظاهر الاستقرار والاستقلال الحقيقي. وعلى المدى البعيد من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، سواء عبر توفير المياه أو دعم النشاط الفلاحي أو تقليل المخاطر الطبيعية. كما سيعزز من مكانة المغرب كدولة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والموارد بثقة وحزم، مستندة إلى مؤسساتها وخبراتها وإرادتها التنوية. في النهاية لا يمكن النظر إلى سد خونيكي كرو باعتباره مجرد مشروع محلي، بل هو جزء من صورة أكبر تعكس دولة تدرك قيمة مواردها وتعمل على حمايتها واستثمارها وفق رؤيتها الخاصة. فالمغرب وهو يواصل تنفيذ هذه المشاريع الكبرى يؤكد أن إدارة موارده داخل أراضيه حق سيادي راسخ، وأن امتلاكه القدرة والإرادة لتنفيذ ما يخدم مصلحته الوطنية هو تعبير عن قوة الدولة وثقتها في مستقبلها.